كل اللي على الساحه دلوقتي رقاصين سياسيين. كلام قبيح يعني عليهم مثلا. يا جزيرة يلا قوم استحمي. ايه الالفاظ دي؟ قناة الخنزير. انا متهمه باهانه ناس كتير، منها رئيس الوزراء، منها الدكتور مرسي. بقول لك انا فخوره، اتكسف ليه؟ ايوه احنا عبيد للبيادة. بص انا هخلي التلفزيون المصري مليطه. حضرتك ليكي في السياسة؟ اللي ليها في الرأس ليها في كل حاجة يعني. يا خالد بيه. يعبر هذا المشهد عن طبيعة العلاقة بين الراقصات وعالم السياسة. فمنذ أن تراقصت السياسة على طبول الفن واحترف السياسيون هز الوسط، أصبح للراقصات وزن في الحياة السياسية المصرية، خاصة مع اعتلاء مجموعة من القوادين المشهد السياسي في مصر. كل الفلوس دي ملاليم جنب اللي هيترمي تحت رجليك يا نجمة. بص يا بنت الحلال، انت في ايديك النجومية، لو ضيعتيها مش هتلاقيها تاني، وفي وسطك ده الحياة. هز الحياة قبل ما تهزك. سما المصري راقصة ومطربة مصرية أخذت جزءا من شهرتها من كونها تمثل أدوارا جنسية تتنافى مع الآداب العامة في السينما المصرية. مع بدايات حكم الدكتور مرسي بدأت سما المصري التمايل الرخيص بحثا عن الأضواء من خلال مهاجمة التيار الإسلامي بواسطة الأغاني والكليبات، والتي لم تلقى رواجا كبيرا عند العامة وسط خروج بعض الإشاعات التي تتحدث حول زواجها من النائب السلفي أنور البلكيمي، لتبدأ رحلة شهرة تعوضها ما خسرته من أفلامها الهابطة. انا حكايه ان انا كنت متجوزه واحد، انت تقصد انور البلكيمي النائب السلفي؟ نعم. دي كانت اشاعه وانا طلعت كدبتها، وهو بعد فتره طلع كدبها وقدم فيها بلاغات وانا قدمت فيه بلاغات وكده، وهو اتنازل. وانا في الاخر ما رضيتش اتنازل يعني. قدمت سما المصري نوعا رديئا مما يعرف بالدعاية السوداء عن طريق حملاتها الغنائية التي عملت على تشويه صورة نظام الدكتور محمد مرسي وحكومته. التقف سما فلول نظام مبارك ووسائل الإعلام المملوكة لرجال الحزب الوطني الذين بدأوا في تقديم الدعم المادي والإعلامي لحملة سما المصري وتصديرها للمشاهد على أنها فنانة صاحبة آراء جريئة وصريحة. لا انا نزلت بعد الاخوان في جمعه كشف الحساب، لما الاخوان نزلوا بلطجه انا فاتضربوا ومشوا. جمعه حق الشهيد بعد موت جيكا. نزلت ايه تاني؟ نزلت بقى عند الاتحاديه بعد الاعلان الدستوري المستبد. المعارضه تاخدي موقف تثبتي عليه عشان تفضلي معارضه. يعني رقاصين سياسيين هم كمان؟ كل اللي على الساحه دلوقتي رقاصين سياسيين. بص انا هخلي التلفزيون المصري مليطه. لم تكتفي المصري بمهاجمة الرئيس وحكومته، بل قامت بمهاجمة كل أنصار الرئيس بطريقة تثير حفيظة المصريين. انت عملتي الاغاني دي والرقصات دي علشان تتشهري ولا عشان فعلا مش طايقه اخوان؟ لا، هو اول حاجه عملتها عشان مش طايقاه، فلما علمت بدات اكتب كلام قبيح يعني عليهم مثلا. وعلى أنغام الموسيقى الشعبية المستهلكة قامت المصري بتصدير فشل الدكتور محمد مرسي إلى العامة بطريقة ربما لاقت رواجا عند بعضهم. مرسي هو الذي دفع الشعب للإضراب، سنصل إلى الإضراب العام وسنفشل هذا المشروع. وعلى طبول النخبة الرافضة لدستور 2012 الذي حاز موافقة أغلبية المصريين، قادت المصري حملة ممنهجة لرفض دستور الجمعية التأسيسية عن طريق تشويهه ببعض الأغاني ذات الطابع الشعبي. للتغطية على فشلها في حشد الجماهير، كان على المعارضة المصرية أن تستخدم نوعا جديدا من أساليب رخيصة، حيث بدأت في إعادة استخدام بعض الأصوات التي لا تراعي الآداب العامة. كان من بينها سما المصري التي أظهرت الوجه الأقبح للمعارضة المصرية، مما جعل الكثير من الشخصيات المحايدة يتهمونها بازدراء الأديان وسب وقذف وإهانة رئيس الدولة.
مشروع النهضة طلع فنكو، شو طلع شاطر وطلع ملهوش غير في المانجا. مانجة مرسي طبعا. في 30 من يونيو قادت سمن مصر التظاهرات الرافضة لما أسموه حكما مرشد. وفي المكان الصحيح هذه المرة وبصراحة لا تخلو من وقاحة انطلقت قناة فلول التي كانت سمن مصر واحدة من أبرز الوجوه التي أطلت على الشعب المصري من خلالها مفصحة عن الوجه الحقيقي لشعب 30 من يونيو. وهتولع الحريقة هنا على قناة فلول. بأخلاق الراقصات وفتيات الليل خرجت المصري لتهاجم رافضي الانقلاب العسكري، ولم تكتفي بمهاجمة المصريين فحسب، بل هاجمت قناة الجزيرة والنظام الدولي، مما أثار حفيظة قطاعات كبيرة من المصريين. تشتقلي يا جزيرة يلا قوم استحمي عشان تنضفي يا معفنة. على 1:30 روجت سمن مصري لدستور العسكر معلنة في بلاده عبوديتها للبيادة. لكل زمان أحواله المتغيرة، ولكل نظام فاسد رجاله، ولكل انقلاب عسكري راقصاته.